يلا نبدأ بسم الله. وأول فكرة من أفكار العيد، هنحول جيركن بلاستيك لشنطة في منتهى الجمال. هنقطع الجيركن نصين كده، هناخد الجزء اللي تحت من تحت اليد بالظبط كده وهنحطه على جنب. ده جراب قماش أنا عملته وعملت له المشد اللي فوق ده. طبعا هنزل لكم الفيديو الكبير هيبقى فيه الخطوات دي بالتفصيل. وهدخل فيه الجزء ده من الجيركن وهثبته بالشمع كده على الحرف بالظبط بتاع البلاستيك، علشان انا مش عايزه البلاستيك يظهر منه اي اثر خالص. وهاجي من عند القاعده من بره كده، هطلع فوق القاعده بسنتي واحد وهحط شمع وهنزل بقطعه قماش كده، عشان انا عايزه القاعده برضو تبقى شكلها الكفر بتاعها نظيف كده والفينش بتاعه حلو، عشان انا مش هغلف القاعده. عملت 3 خيوط على الجنب كده بحيث ان انا هعمله يد للشنطه بتاعتي، وهضفر. وبعد كده نهاية ال3 خيوط هثبتها من الناحية التانية. هنثبت بقى جزء كده بتاع 4 صوابع كده، يعني هننزل ب4 صوابع كده اليد علشان تبقى متثبتة كويس، لان انا هبتدي الف عليها الخيط وده هيثبتها قوي معايا. هجيب خيط المكرمية بقى وهبتدي ان انا الفه. انا لفيت 8 صفوف، وبعد ال8 صفوف همشي الخيط زجزاج بالشكل ده. طبعا هنزل لحد قبل القاعدة كده بسنتي واحد، وهكذا هنعمل الشمع. نحط الشمع وننزل عليه بالخيط ونتكه كويس. وبعد ما نعمل الشكل الزجزاج ده، لو حبيتي تعملي شكل تاني غير الزجزاج انت حرة، كل واحدة وذوقها. وهبتدي انزل ب3 صفوف تاني لحد القاعدة، وهثبت الطرف الاخير من الخيط بالشكل ده. وهبتدي بقى انزل بالفصوص بتاعتي. ممكن تستغني عن خطوة الفصوص، انما هي اضافة حلوة قوي. وبس كده الفكرة خلصت. بصوا بساطتها وبصوا جمال ان هي الشكل تحفة. شنطة جميلة جدا، بتتفتح بسهولة وتتقفل بسهولة. حلوة قوي بناتي جدا، ومساحتها حلوة قوي من جوه، والايد متينة جدا لان احنا لفينا فوقيها كمان الخيط. بصوا استحالة حد يفكر ان هي كانت من جيركن. جربوا الفكرة، اعمليها لبنوتك، يعني تنفع لسن لحد 15 16 سنة. حلوة جدا. والشنط دلوقتي بقت غالية قد ايه، جربوها.